بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. إن شاء الله النهاردة هعمل لكم وصفة جميلة أوي، سهلة وبسيطة ومش مكلفة. هي بس ايه؟ فرخة، وما نجيبوش فرخة كبيرة أوي، نجيب فرخة صغيرة علشان دي صينية. هنعمل صينية بطاطس بالفراخ عشان ان شاء الله البطاطس تستوي مع الفراخ ما تتهريش. ان شاء الله هتعجبكم، ومقادير سهله وبسيطه ان شاء الله. ربنا يا رب كده يجعلها تعمل في بقكم يا رب، وان شاء الله تعجبكم. مقاديرنا ان شاء الله دي فرخه كده ان شاء الله مش كبيره، وسط. دي البهارات، ده بابريكا، كزبره ناشفه، ملح، بهارات فراخ، فلفل اسود، وزيت، طماطم مبشوره. لو عندك صلصه مفيش مشكله أو خالص، بس انا بشرت طماطم. توم مفروم، طماطم سليمه هنقطعها ان شاء الله طرنشات، جزر، فلفل اخضر. ده بارد، عاوز تحطي حامي مفيش مشكله. 3 بصلات كده وسط، عشان صينيه البطاطس بتحب البصل كده، وبطاطس. سمي بسم الله ونقول يا بركة سيدنا محمد. ان شاء الله هنعمل الاول بقى ايه؟ نعمله التتبيله بتاعه الفراخ. التتبيله دي هناخده منها نتبله الفراخ، ونتبله بيها الخضار، البطاطس والجزر والفلفل والبصل، هناخده للاتنين. فاحنا ايه هنعمل هنا التتبيله؟ هناخد الاول ناخد طماطم، بصل طماطم. لا زي ما قلت لك كده، لو عندك صلصة طماطم حطي، مفيش صلصة حطي ابشري طماطميتين كده بس. بعدين هنحط شوية زيت عليهم كده. بعدين هنحط البهارات اللي هي زي ما قلت، ملح، فلفل اسود، بابريكا، كزبرة ناشفة، بهارات فراخ. هنحط من كل حاجة الكزبرة بس الناشفة اللي مكترش بقى خليها معلقة صغيرة. كل حاجة حطي منها مثلا معلقة كبيرة. ومنسوش بقى معلقة توم مفرومة. معلقة توم مفرومة. هنقلب بقى كل ده مع بعضه. ريحتها تحفة جدا، يعني تحسي ان انتي الريحة عايزة تاكل كده، يعني نية. ان شاء الله ملحها مظبوط ان شاء الله. دي زي ما انتم شايفين كده اهي الخلطة. هناخد بقى هنجيب الفراخ بسم الله، نحطها في حاجة واسعة كده عشان نحط عليها التتبيلة. ناخد من التتبيلة نتبل الفراخ، بس هنسيب حبة عشان الخضار، الخضار. فاحنا اهو بسم الله الرحمن الرحيم كده تطلع الفراخ دي
التتبيله دي بقى تبلها حلو قوي كويس قوي اهي جوه بره. تحت الجلد بص لونها، بص اللون الجلد كده. برضه عايزين نفتحوها بالسكينة، نفتحوها دلوقتي برضه نشققها بالسكينة كده شوية بحيث ان التتبيلة تخش ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش كتير يعني فتحتين كده جوه اللحم اهو. خلي بقى التتبيلة كده جوه اللحمة الفراخ الفتحات اللي احنا فتحناها دي. شوفي بقى سايبين الفراخ بقى في التتبيلة كده، كل ما هنسيبوها في التتبيلة تاخد بقى من التتبيلة وهتبقى طعمها رائع. هقطعها بقى ايه حلقات كده اهي. تبقى طعمها ان شاء الله جميل وهيعجبكم حبايبي باذن الله. يا رب يبقى الف هنا وشفا عليكم ان شاء الله تعجبكم كده. بس ان شاء الله امانه عليكم تدعولي وتدعوا لولادي ربنا يبارك لي فيهم ويحفظهم لي من كل شر يا رب يا رب. اشطفهم برضو تاني. هنقشر عليها الفلفل الرومي نحطه اهو. حاجة كده جميلة. كل العناصر الغذائية للولاد يبارك فيهم يا رب. أساسا الولاد في الأيام دي الله يكون في عونهم، الأجيال اللي طلعت دي الله يكون في عونهم. احنا اتعززنا واتهنينا وكلنا كل حاجة حلوة، كناش بنشيل هم حاجة، بالعكس احنا كنا بنبطر على أي حاجة أهالينا يعملها لنا. لا ما ناكلش ده مش حلو، لا أنا إيه اللي انتي عاملاه ده. أمي الله يرحمها كانت لما تعمل أي حاجة كنا نقعد لا ما ناكلش ده، اعملي لي مش عارفة إيه، كنا بنتبطر. والله. إنما دلوقتي لما بقى كبرنا واتجوزنا وكده خلاص عرفنا بقى. فالولاد يا عيني يعني هما كمان مش عارفين يتبطروا اساسا يعني. بصل شوط كده بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب ربنا يبارك فينا يا رب ويقدمنا يديمها نعمة علينا يا رب. ادعوا ربنا دايما طول ما انتوا واقفين في المطبخ تعملوا اكل تعملوا اي حاجة واقفين استغفروا وادعوا ربنا وصلوا على الرسول، هتحسوا ان كل حاجة ربنا هيبارك فيها ان شاء الله ويبقى فيها بركة كده وخير بإذن واحد احد. ربنا يبارك لنا يا رب في كل حاجة يا رب.
لكم شويه بصل بقى اعمل ايه في عيني. طماطم بقى اهي، رانشات كده. كل حاجة نعملها لولادنا نعملوها بحب. والله لو عملناها بحب كده واحنا بنعمل الحاجة هتحس ان الحاجة يعني هتنزل للولاد بحلاوة وياكلوها كده ويقولوا الله جميلة. الواحد لما بيعمل حاجة بحب كل حاجة يعني بيبقى فيها بركة أكيد يعني. ربنا يبارك لنا في ولادنا يا رب يا رب العالمين، ويقوي كل من كان يا رب. أهو البصل بقى بنعمله معايا جامد، تهيألي كفاية كده. نعمله بقى ننزله بقى الخلطة تدخل عليها اللي احنا كنا سايبينها بالفراخ. نقلب بقى، نقلب كل ده قلب الخلطة كده. قلب بقى، قلبي بقى، قلبي ده اهي كلها كده اهو. بس حتى اللون جميل جميل بإذن الله. انها علينا الصينية بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزله بقى بالايه الخضار ده كله كده في الصينية. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. كده بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة. قبل بقى من ايه نحط الفراخ كمان كده زي كوباية مية، كوباية مية كده ايه نعمل بيهم شوية التوابل اللي كانوا في البلاستيكة دول كده، مش كتير بس احنا عشان بس ايه بس البطاطس من تحت تستوي. كوباية مية بس كده، بس كده. هنحط ان شاء الله كده الفراخ فوق الوش كده، فراخ اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي اهو. اهي كده بقى والقرص دول انا بحبهم، ولادي بقى ملهمش فيها فايه يعني بحبهم. اهو كل بقى اللي نازل ده فرن طبعا زي ما قلت لكم احنا مشغلينه ساعتها على الايه درجة حرارة عالية عشان يسخن قوي. حطوه في الفرن بقى ان شاء الله. بصوا شوفوا هنا دخلوا بقى ايه دخلناها الفرن يا حبايبي. الصينية فرن زي ما قلت لكم كده حامي
ولا من ساعتها نار عالية لحد إن شاء الله ما تستوي. لما تستوي نطلعها سوا ونشوفها بإذن الله. بصوا يا حبايبي، بصوا ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم بقى في صينيتنا؟ بصوا صينية الفراخ، بصوا جمالها، بصوا جميلة جميل، ولا ريحتها مش قادرة اقول لكم، قلبة ريحة الشقة فظيعة، ريحتها رهيبة والله العظيم، هتجربوها وتدعوا لي. جميلة جميلة جميلة. ناخدوا معاها بقى رز بالشعرية كده زي ما انتوا شايفين، وبقى عاوزين بقى عندكم مخلل بقى حطوا كده شوية لسان عصفور، عايزين تعملوا برضو جميلة ان شاء الله هتعجبكم. بصوا كده اهي البطاطس سخنة لسه طالعة من الفرن. ايه بصوا، بصوا الجزر بقى معاها، بصوا الجزر وجماله، بصوا 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 الجمال، بصوا الجمال بتاع بصوا جميلة جميلة، وريحتها مش عاوزة اقول لكم رهيبة رهيبة كده. مولعة مش عارفة يعني الواحد يعني يدوق ازاي. بصوا بقى كده، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. تاكلوا بقى بألف هنا وشفا. بصوا الفراخ يا حبايبي، جربوا بقى الوصفة بتاعتي ان شاء الله تعجبكم من اعجابكم، وألف هنا وشفا ان شاء الله بإذن الله. تدعولي وانتوا بتدوقوها كده، تدعوا لأولادي ربنا يبارك لكم يا رب في كل حاجة بتعملوها. سموا الله على طول دايما، صلوا على الرسول، ربنا هيكرمكم بإذن الله. متنسوش تعملوا لايك لقناتي وتفعلوا الجرس الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. مع ألف سلامة، أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.